الجزء الخامس والأخير. هل كان أوجلان حصان طروادة؟ قد يرى البعض أن الأساطير والملاحم والقصص هراء لا حقيقة لها، وقد تكون هذه الأحداث التي تحكى غير صحيحة فعلا. لهذا ولكي نفهم حاضرنا وماضينا ينبغي علينا معرفة فهم الأساطير ومعرفة الملاحم، كملحمة طروادة التي تتحدث عن عشق باريس وهيلين، إذ يحكي هوميروس في ملحمته المعروفة بالإلياذة عن أحداث طروادة من العشق والخيانة والصداقة وحرب السلطة والفتوحات، وانتهاء بسقوط القلعة ودمارها، إذ حاول الإغريق بقيادة أوديسيوس احتلال طروادة، غير أنهم فشلوا بعد عدة محاولات، فعرف جيدا أنه لا يستطيع تدمير أبراجها من الخارج والاستيلاء على القلعة، وأن هناك وسيلة واحدة فقط لاحتلالها، ألا وهي من الداخل. ولتحقيق هذه الخطة قام ببناء حصان خشبي كبير، فاختبأ هو وعددا من جنوده الأذكياء داخل الحصان، وتظاهر جيشه المغلوب بالهزيمة والانسحاب، فركبوا سفنهم ورحلوا تاركين جنديا ذكيا مع الحصان. فقال الجندي لأهل طروادة أن الحصان بمثابة تبريك، فاعتقد الطرواديون أنهم حصلوا على شيء مقدس، متحمسين في نقله للقلعة، فاحتفل الطرواديون بالنصر ليلا. وفي تلك الأثناء خرج قائد الإغريق أوديسيوس وجيشه من الحصان داخل المدينة واحتلوها من الداخل. وقد مورس هذا التكتيك كثيرا في سنن السياسة والحروب، وبالأخص تجاهنا نحن الكرد. أوجلان حصان طروادة للدولة التركية في الألفية الثانية، فالعلاقات الاستراتيجية بين أوجلان والدولة التركية ما زالت مستمرة ليومنا هذا. ولو حللنا أقوال أوجلان ودرسنا أنشطته منذ 99 لاتضح جيدا أن أوجلان في نضال دؤوب ومستمر لصد الشعب الكردي عن بناء وطنيته. والشيء البالغ الأهمية أن له باعا طويلا في المجال الفكري الكردي، والأقوال أسلحة فعالة. لهذا قام أوجلان والدولة التركية بوضع مصطلحات جديدة كهندسة اجتماعية جديدة للكرد. ولا ينبغي التقليل أبدا من تأثير المواضيع الفكرية والثورة المصطلحاتية، فالوعود تخلق الثقة. فقد كتب أوجلان الآلاف من المقالات والكتابات هادفا من خلالها إلى انتفاء الحاجة للقومية، فأثار مواضيع كحقوق الإنسان والإيكولوجيا وحقوق المرأة والمثليين، فبنى دلالات تركيبية مجهزة حاول من خلالها احتلال الفكر الكردي بمصطلحات إيديولوجية سياسية غريبة، هادفا منها إضاعة الحقيقة المتمثلة في حق الكرد في الاستقلال والإدارة والتحرر. فأراد أوجلان تأسيس تنظيم وبناء جيل وفق هذه المصطلحات، فمنذ 21 عاما تسير هذه المصطلحات نحو القوة والكمال في إطار السياسة الكردية برعاية آبو والدولة التركية المحتلة مما لا شك. فباعترافات صريحة يقول أوجلان: bir öğretmen gibi sizlerin dediklerinizi harfiyen uygularım ve bu ayıp bir şey de değildir. Öğretmenler öğrendim ve yarın örgüte tüm bunları götüreceğim. Öğrendim, devlet budur diyeceğim. Şimdi bundan da benim şeyim yok. Şimdi benden yararlanma meselesi veya benim rolümü oynama meselesi halen beni için yediren bir mesele. Şimdi bizimkiler anlamadı. Peki gerçekten bir gün size gösteririm fırsat düşerse ben tekkellerle nasıl savaştım? Eğer devletten daha fazla savaşmadıysa kanıtlayacağım size inşallah. والحق أن أوجلان تعلم من الدولة الكثير، لم يتعلم فقط وإنما علم الدولة أيضا. فموازين البككة وسير قادتها والأثرياء الذين يدفعون الضرائب وعلاقات البككة مع المؤسسات المخابراتية تم الإفصاح عنها للدولة باسم التحقيقات، فباتت الدولة على علم بكافة أسرار البككة بواسطة أوجلان، وأصبح آبو معلما للكرد ومن عقلاء الدولة. فكان ينتقد للأتراك جنوب كردستان بشكل خاص قائلا: يتم بناء إسرائيل ثانية في الجنوب إذ يتم بناء كردستان صغيرة. فأراد توجيه تركيا نحو إنجازات الجنوب بانتقاداته هذه، فكان يخدم الدولة كمستشار لها، وبهذا فقد كان يقدم خدمتين للدولة في آن واحد: مستشار الدولة وقيادة البككة. ومؤيدو البككة يحيون ذكرى ميلاده في 4 من نيسان كل عام، ويقولون في 15 من شباط بأنهم أحبطوا المؤامرة، فعبدة آبو
كأهالي طروادة الذين أدخلوا الحصان الحامل لأوديسيوس للقلعة. فكما هزمت قلعة طروادة بتقديس الحصان الخشبي، فكذلك الكرد لو لم يبتعدوا عن الأفكار التي تبناها آبو لأصبح مصيرهم المحتوم الهزيمة لا غير. ولقيام أوجلان بدور حصان طروادة كان من المفترض عليه بناء قاعدة له تجاه بناء الثقة وإدامة النضال المشترك. ولتحقيق هذا الهدف يتم تنفيذ هذه الخطوات. الخطوة الأولى قرارات الثاني من آب 99 لغاية نفس اليوم لعام 2002. عند النظر لهذين التاريخين قد يعتقد الرأي لأول وهلة أنه لا علاقة تجمعهما، والحق أن العلاقة التي تربطهما عميقة جدا، وأن بينهما الكثير من اللفتات والأحداث. فالدولة في تساؤل مريب حول وجود سلطة لأوجلان على تنظيمات الباكاكا من عدمها. يقول أوجلان في لقاء له عام 99: الانصات لي وعدمه سيوضحانه تنفيذ عقوباتي. ولهذا عندما أراد أوجلان معرفة مدى سلطته على التنظيم قرر في خطوته الأولى الثاني من آب 99 الانسحاب من الشمال. وفي خريف نفس العام ورغم عدم وجود أي ضمانات لحماية أرواح مقاتلي الباكاكا قام الآلاف من المقاتلين بالانسحاب نحو جنوب كردستان تنفيذا لقرار آبو. وقد لقي أكثر من 1500 جريلا حتفهم خلال عملية الانسحاب وفق بعض إحصاءاتنا، وما زال مصير المئات منهم مجهولا، فحملوا حقائبهم وتوجهوا نحو المجهول وفق قرار غير صائب كقطيع غنم فرقته الذئاب. لا أحد منهم يعلم ما الذي حصل سوى أنه أمر واجب التنفيذ. فضاع الآلاف منهم ليس على أيدي الدولة فقط، وإنما بسبب جهل الباكاكا بأمنية الطرق وإجبارهم رغم هذا على الانسحاب. وبهذا الصدد وعندما يطلع محاميوه أوجلان على هذا الحدث يقول أوجلان: إذا عرف المقاتلون أن الاشتباكات ستحدث فليسلموا أنفسهم للنقاط العسكرية للدولة الديمقراطية. نعم، هذا كان رد أوجلان، رد أبقى المحامين الصامتين. وجه أوجلان الآلاف من مقاتليه بدون أي استعدادات مسبقة نحو الموت والمجهول ليثبت للدولة فقط أنه ما زال الآمر والناهي في هذا التنظيم، علما أنه كان باستطاعة المقاتلين البقاء في مخيماتهم ذاك الشتاء حتى وقت أنسب. وقد نال أوجلان جائزته من الدولة لتقديمه هذه الخطوة، إذ أصبحت الباكاكا محط إعجاب الدولة بعد عملية الانسحاب الكامل هذه. ومقابل هذا ألغت الدولة قرار الإعدام من المحكمة البدائية الذي صدر بحق آبو، أي تم الإبقاء على حياة آبو لقاء حياة أكثر من 1500 جريلا. لهذا لقب أوجلان الثاني من آب 99 و2002 بيوم الورود، داعيا الكرد لتبريك هذا اليوم كيوم الورود، غير أن إدارة الباكاكا لم تنفذ قرار أوجلان هذا للحساسيات التي حصلت آنذاك. الخطوة الثانية إعادة هيكلة التنظيم. بعد اعتقال أوجلان تم استهداف كافة محاور النضال، سواء كفاح الجبال أو النضال في أوروبا أو داخل تركيا، فتم استهداف المتطرفين من الباكاكا، وتم نقل كوادر هذا التنظيم واحدا تلو الآخر في العلن، بدءا من قدام التنظيم الذين عايشوه منذ بداية تأسيسه. يقول أوجلان: yalnız ben ortalıkta olmasam, işte onun için diyorum tehlike çok büyük. Benim ismimle kullanacaklar. Biz Apo'nun kardeşiyiz. Biz Apo'ndan sonra birinci, ikinci, üçüncü adam geldi. Cuma. Şimdi bana göre mesela fazla politik değil. Yani parmağımda oynatırlar, farkında bile olmaz. Bu kan içinde geçer. Ama benim mirasımın 1/4, 3'ünü Cuma'ya kullanır. فتحدث آبو عن جميع رفاقه وواجباته مفصلا للدولة كنقاش دار بين صديقين. فبدأ آبو بإعادة هيكلة جديدة للتنظيم، بدءا من العلم وألوانه وشعار التنظيم وبرامجه وأهدافه تحت إشراف الدولة. فتم اغتيال من وقف ضد هذه القرارات واحدا تلو الآخر، وأمثلة من رفضوا قرار الانسحاب هذا مطالبين باستمرارية الحرب ضد تركيا قادته إلى ديرسم، عيسى ديرسم وكمال زاب، اللذان لقيا مصرعيهما خريف عام 99 وربيع الألفية الثانية في ظروف غامضة. فصرح آبو والباكاكا بأن هذه الجماعة ليست مرتبطة بهم ولا تجمعهم أي علاقة، فهؤلاء ضحوا بأرواحهم إزاء رفضهم لهذا الانسحاب. أما أوجلان فخلال نقاشاته في تحقيقاته مع الدولة كان يقول بأنه سيشارك الدولة في إدارة الباكاكا، فيقول: bırakıyorum, örgüt merkezini bir tarafa bırakıyorum.
devlette her an koşmaya hazır bir pozisyon arz ediyorum. Şimdi akıllı bir devlet adamı bunu görebilmeliydi. Bu görmek bir yapmanız gerekir. Çok önemli bir örgütü önce gel devletini tanı. Devletini tanımadan sen onun nesine karşı çıkacaksın? Gelir misin? Evet. Bir daha hata yaptık, bir daha. وبعد إعادة صياغة أقوى سلاح بيده أي التنظيم بقيت الخطوات اليومية الروتينية والتاريخ الذي يحكى عنه كال15 من شباط كمؤامرة دولية إنما هو في حقيقته عودة للحضن وأوجلان بنفسه يقول بأنها عودة وقد حاولنا أن نوضح لكم خلال هذه الأجزاء الخمسة التي كتبناها بصدد عودة آب الحضن تركيا ومدى تأثيرها السلبي والسيء على الكرد غير أن هذا ليس كل ما حدث ولكن كما قال السياسي التركي أردال إينوني لابد للحقيقة أن تظهر يوما ما فكذلك علاقات أوجلان وتركيا ستنكشف يوما على يد شباب القوميين المخلصين وتنفضح